أنني لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملا الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرأ واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على الأرض مصر. من أشهر الدول اللي حضرتها عرفت النسيج في فترة متقدمة جدا. النسيج المصري لدى الفراعنة كان مشهور جدا بدقته وبرقته، كان رفيع جدا، وكان ده بيدل على مهارة الصناعة ودقة الغرز اللي في النسيج. مصر القديمة ما عرفتش القطن، النسيج بتاعها ما كانش قطن، ما كانتش مشهورة بالقطن زي ما هو متعارف عنها دلوقتي. لا، النسيج الأول لدى المصري القديم كان الكتان. زراعة الكتان كانت من الزراعات الهامة جدا في مصر، وصناعة الكتان كانت من الصناعات الهامة جدا. كانت معظم الأقمشة والملابس من خامة الكتان، وكانت بتصنع بعدة أشكال مختلفة، سواء إذا كان من يعني الخامة أو الدرجة الرقيقة جدا اللي ممكن تبقى شبه الشاش، وممكن تبقى في غاية النعومة، إلى الدرجة السميكة الخشنة جدا اللي ممكن تبقى شبه الخيش. نقول كمان على الكتان إن هو كان من الزراعات الشهيرة جدا في مصر، وكان بيستخدم عدة استخدامات، لأن طبعا كان بيبقى له ألياف وله بذور وله زيوت، فكان زي ما قلنا من المحاصيل الزراعية الهامة لدى المصري القديم. وقدر المصري القديم ان هو يبدع في نسيج الكتان. في طبعا في المتحف المصري هنشوف عدة أقمشة من الكتان الحريري الناعم الرفيع جدا، وهنشوف النول اللي كانوا بيشتغلوا عليه. حتى كان بيقال إن المصري عرف النول الطولي والعرضي، يعني كان بيشتغلوا بشكل مختلف في الغرز، وفي اتجاه النسيج نفسه تقدم وتطور فيه جدا. النهارده هنتكلم عن تاريخ النسيج في مصر. حقيقة تاريخ النسيج في مصر هو إعجاز للبشرية كبير جدا، لأن أول نسيج ظهر في وجه الحضارة البشرية ظهر في مصر في العصر الفرعوني. وإعجازه إنه أول منسوج في العالم ممكن ظهر على إيد الفراعنة، على إيد المصريين. النسيج الفرعوني ظهر من خلال مميزات خاصة جدا، وظهر بإمكانيات عالية جدا. من إعجاز النسيج الفرعوني إن النساج الفرعوني قام بعمل جميع أدواته، قام بعمل تقنيات خاصة جدا بالنسيج، من أول مراحل الغزل ومراحل انتقاء الخيوط نفسها أو الوبريات اللي هي بتتحول لخيوط بعد كده، وصنع خيوطه بمنتهى الدقة ومنتهى إمكانيات عالية جدا تكنولوجية ويدوية، لدرجة إن أول منسوج عمله كان في العصر الفرعوني كان بيوصل عدد الخيوط في السنتي الواحد 100 خيط في السنتي الواحد، يعني دقته 100 على السنتي. ده حاجة كبيرة جدا. وأول غزل غزله بالدقة دي كان غزل نسيج الكتان. طبعا انتوا عارفين إن شجر الكتان بتاخد من الفروع بتاعته بعد تعطينه الشعيرات اللي موجودة في الساق، وبعد كده بيبتدي يعمل له معالجات كتير جدا لحد ما يوصل بيه
لبرم معين عشان يطلع منه بخيوط رفيعه جدا. الخيوط الرفيعه جدا دي المفروض ان هي اللي بتاهله انه يعمل منها غزل على مستوى عالي، وبعد كده بيبتدي يعمل منها منسوج بطرق مختلفه. النسيج اول ما ظهر النسيج الساده اللي هو 1 على 1 بيسموه، وهو كروس يعني بالطول وبالعرض بيتعاشق النسيج. وبعد ما اتعمل منسوج ابتدى يزخرف من الخارج بزخارف كثيره، ويطبع ببعض الاصباغ الطبيعيه اللي كانت موجوده في البيئه، زي صبغات نباتيه مستخرجه من نبات النيله والكركديه والكركم والكمون وبعض الحاجات اللي كانت موجوده في البيئه. وبعد ما اشتهرت مصر القديمة بالكتان فضلت مشهورة بيه لحد الفترة اللي كان فيها يعني دخول الإسلام كان الكتان هو الأول. لحد الفترة القبطية في مصر كان الكتان هو الخامة الرئيسية، وبنشوف بقى فيه الأشكال المختلفة والصبغات المختلفة. وظهر هذا النوع من التطريز الشهير جدا عندنا في فن الخيامية من هذه العصور المتأخرة. مع بداية الإسلام ابتدى يظهر بقى القطن لما دخل الإسلام مصر كتجارة بشكل خاص. ابتدت انها تتعرف في مصر، والحراير اللي ما كانتش مشهوره قوي ما كانتش بتصنع في مصر في هذه الفتره، وابتدى القطن يتعرف كخامه، وابتدى فكره الصناعه الخاصه بالمنسوجات تتحول الى الاقطان اكتر من فكره الكتان، لدرجه ان الكتان ابتدى يختفي من سوق النسيج المصري، وظهر بداله القطن اللي كان اصلا يعني مش مصري في الاساس، ولكن محمد علي هو طبعا اللي ادخله. وابتدت مصر لان جوها كان مناسب، وكان العماله فيها عندها خبره طويله جدا فنيه وصناعيه في مجال النسيج، فابتدى ان هم فعلا يقدموا مصنوعات ونسيج هام جدا من القطن، وفعلا قدروا ان هم يبقوا فتره طويله جدا من اشهر الاماكن اللي موجوده في العالم في زراعه القطن وفي صناعه الاقمشه القطنيه، سواء اذا كان في الغزل او النسج. النسيج الفرعوني الحقيقة مثال عالمي موجود في المتحف المصري حتى الآن، والعجيب فيه جدا دقته، العجيب فيه جدا إمكانياته العالية جدا في التعاشق، العجيب فيه جدا توظيفاته المتعددة اللي توظفت للطبقة الحاكمة للأسر اللي موجودة في العصر الفرعوني، الأسرة القديمة والأسرة الوسطى والأسرة الحديثة، وتوالت المنتجات من النسيج الفرعوني في العصور الفرعونية. بعد العصر الفرعوني ابتدى النسيج يتطور في العصر الروماني والإغريقي، وبعد كده يخش على القبطي، وأشهر المنسوجات القبطية موجودة في المتحف القبطي في مصر القديمة، وفيها وجوه الفيوم، وفيها الزخارف اللي موجودة اللي بتعبر عن الديانة القبطية كرمة العنب، وفيها أوراق نباتية، وفيها تجريدات، وفيها سلاسل، وفيها زخارف نباتية متعددة موجودة بألوان مختلفة، من أزهارها من أميز ما فيها اللون النبيتي واللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأسود. العصر القبطي ظهرت المنسوجات فيه ببراعة شديدة جدا، وتنوعت في طرق زخرفتها، وظهرت في القداس الكنائسي، وظهرت في ملابس الرهبان، وظهرت في ملابس المصريين بجميع طوائفهم، وتطورت تطور كبير لحد ما جه العصر الإسلامي، وبدأت كل الأطياف تخش في الإسلام. ولما دخلت في الإسلام كل الأطياف التاريخية اللي كانت موجودة بمهاراتهم المختلفة في مصر ابتدوا
يبرعوا في إنتاج منسوجات غير عادية من الكتان ومن الصوف ومن الحرير ومن توليفات عديدة جدا من الغزول اللي خرجوا منها العديد من منتجات الكليم، وعديد من منسوجات الملابس، العديد من منسوجات الخيامية، العديد من منسوجات المزخرفة بالذهب والفضة، والعديد من المنسوجات اللي استخدمت في استخدامات غير عادية للمنتجات السيدات ومنتجات الرجال ومنتجات حربية ذات طبيعة خاصة. بعد العصر الإسلامي وبعد انفتاح كبير جدا في الصناعة تصدر العالم المنسوجات، تصدر مصر للعالم منسوجات مصرية وتشتهر بالقطن المصري بشكل كبير جدا في الغرب حتى الآن. مصر يأتي العصر الحديث ويأتي عصر محمد علي ويأتي عصر غزل القطن وزرع القطن والمباهاة بالقطن وغزول القطن الهامة وتجهيزات القطن الرفيعة اللي توصل بينا بمنتجات غير موجودة في العالم. هي صناعة المنسوجات صناعة عظيمة جدا موجودة حتى الآن، ولكنها تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الرؤية، تحتاج إلى رصيد حضاري مدعوم بتكنولوجيا معاصرة وإمكانيات اقتصادية ورعاية من الدولة. الشغل اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقتي هو فن الخيامية اللي احنا بنتكلم عليه، وهو فن تطريز وشغل النسيج بالنسيج، القطع الملونة اللي بيتم خياطتها على النسيج. هو ده المقصود بفن الخيامية المصري الأصيل اللي ملوش مثيل في العالم. في حضارات كتير بتشتغل فكرة ان هم يعني يزوقوا النسيج او يزخرفوه بنسيج ملون آخر، لكن طبعا الطريقة المصرية والفكرة المصرية والألوان وتركيبة الألوان عندنا متميزة ومختلفة. ويمكن هنشوف ان التأثير الفرعوني موجود داخل هذا المكان بشكل كبير قوي، مش بس الزخارف الإسلامية الاعتيادية اللي هي النباتية أو الهندسية، لكن في أشكال جميلة قوي حتى متاخده من المتحف المصري، زي لوحه الوز اللي احنا شايفينها ده، هي دي لوحه موجوده بالظبط في المتحف المصري. زي ما قلنا في البدايه ان في مشاكل كتير قوي في المنطقه دي، برغم جمالها وبرغم تميزها وبرغم ان هي ممكن تعمل مذاق خاص للسياحه في مصر. هذا الشارع ممكن يبقى معرض بيع جميل جدا متميز في مصر، لكن للاسف مليء بالمشاكل، سواء اذا كان عند اصحاب الورش والمحلات، سواء إذا كان طبعا زي ما قلنا الشارع نفسه ومدى جاهزيته لاستقبال السائح. أستاذ طارق، أنت دلوقتي قدام الكاميرا فنان بتشتغل، لكن أنت أصلا محامي، عرفني بيك بشكل أكبر. طارق الصفتي ده اسم الشهرة، بس الاسم العائلة طارق عبد الحي. انا خلصت الليسانس حقوق وابتديت. انا طبعا الفن ده كان ماشي مع دراستي، يعني انا كنت بعد الدراسه انزل في الاجازه اتعلم واشتغل فن الخياميه. ده يعني حاجه متوارثه من الوالد، فعشان كده انت ورثته، ولا يعني دخلت المجال ده ازاي؟ لا، انا كنت حابب المجال ده قوي، لان هو كان بيساعدني ان انا يعني في دراستي، لان طبعا انت حضرتك من الناحيه الماديه لان طبعا انت عارفه الاسر المصريه القديمه كانت اسر بتبقى على قد مستواها يعني. بس يعني من الغريب قوي نادرا ما نلاقي حد بيفكر ان هو يساعد نفسه من الناحيه الماديه في التعليم في مهنه زي دي، لان دي مهنه فنيه ولازم يكون فيها حب وموهبه. والله انا حاببها من اول ما نزلتها، لان هو فعلا اللي كان بيعلمها لي او بيدرسها لي عرفني ازاي ايه الخياميه. الخياميه دي فن اولا، مش مهنه. فالفن ان انت بتجمعي جميع حواسك، ان النظر والايد والتفكير. فكنت انا بحب قوي ان انا اتعلم الذوق في كل حاجه، حتى في التعامل انت بتتعاملي بكل ذوق، لان الفنان ده بيبقى بيحس بكلامه بشغله بفنه.
الخياميه فن جميل قوي، ومفيش زيه في العالم كله غير في مصر للاسف يعني. بس يعني للاسف يعني على فترات طويله، مش النهارده بس، سبق لينا ان احنا جينا سجلنا في المكان ده وعلى طول بنسمع شكاوى مستمره، يعني خلت الموضوع ده ينحدر في مصر يعني بعد ما كان مهم. هو الموضوع ده ابتدى ينقرض حاليا. هو المشاكل بتقابل الشارع ده كتير قوي، عدم الاهتمام بالشارع، عدم النظافه، عدم ان الاجنبي بيلاقي معامله وحشه جدا، سواء من الخارجين بره الشارع. يعني ممكن تلاقي الاجنبي ماشي في امان الله بيلاقي حد يغلس عليه ويحاول، يعني بمعنى اصح سلوكيات. طبعا الاجنبي مش عايز كده، الاجنبي عايز احترام، عايز شارع كويس هادي. عدد التكاتك اللي بيمر في الشارع والاسلوب والخناقات كل يوم، مشاكل كتير قوي بتقابل الشارع، عدم النظافه، مفيش. لا كمان انت كفنان المفروض انت بتشتغل ازاي في الدوشه دي؟ ده توك توك، يعني التوك-توكين شارع ضيق والتوك-توكين بيجوا عكس بعض رايح جاي، محدش بيشيل ايده من كلاكسات، يعني الاجنبي لما بيجي في جو زي ده بيبقى مقبل على الشراء ولا بيزهق ويمشي؟ لا بيزهق، اغلبيه الاجانب بتزهق وتمشي للاسف، لان ما بيلاقوش راحتهم في الشارع. الحل ايه؟ الحل ان لازم الحكومه تهتم بالشارع ده، لانه ممكن يدخل اقتصاد للبلد قوي جدا. اولا الشارع ده المفروض يتعمل له مدرسه، لان هو ابتدت المفروض ان انتوا كنتوا مدرسه. احنا للاسف المفروض نعلم، لكن للاسف هنعلم فين؟ المفروض ان الخياميه دي تتدرس في المدارس وفي الجامعات، لان الفن ده ابتدى ينقرض.